في باكستان ناس هناك لسه لحد دلوقتي بيقعدوا يلفوا في ماكينة بإيدهم. ماكينة آيس كريم قديمة اخترعوها من أكتر من 100 سنة ولسه شغالة في القرى والمناطق الصغيرة. لف الكتير ده سببه تصميم الماكينة البسيط. في النص بيبقى فيه علبة معدن جواها خليط الآيس كريم ومعاه مضرب بيقلبه، وحوالين العلبة دي بيتحط تلج عشان يسحب الحرارة من الخليط، وبيضيفوا كمان كمية محترمة من الملح على التلج عشان ينزل درجة حرارته أكتر. ده بيخلي التلج يجمد الخليط أسرع. اللف المستمر ده ليه سببين مهمين. أول حاجة بيحافظ على درجة حرارة متوازنة حوالين الخليط، وتاني حاجة بيكسر بلورات التلج اللي بتتكون عشان القوام يطلع ناعم وهايش، وبيخلي الهواء يدخل في الخليط ويديه خفة. كل مرة بياخدوا حوالي نص ساعة من اللف المتواصل لحد ما اللي بيلف الماكينة دراعه يوجعه، وساعتها بس الآيس كريم بيكون جاهز ساقع وكريمي وطالع طازة من البرميل. هل حد فيكم راح باكستان قبل كده وداق الآيس كريم ده؟ يقول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.